ليه معظم الناس وهي بتفكر تغير موبايلها بتدور على ايفون تحديدا؟ لو هتقولي عشان الاداء، في موبايلات كتير اداء حلو. هتقولي عشان البطاريه، بطاريات الايفون من اسوأ البطاريات اللي موجوده في السوق لغايه النهارده. من وجهه نظري السبب هو شخصيه الموبايل نفسه. منتج ابل بشكل عام هو المنتج الوحيد اللي ليه شخصيه مستقله عن اي حاجه في السوق ايا كانت هي ايه. حتى لو بيقدم ميزه الموبايلات المنافسه ليه مقدماها قبليه ب5 سنين. انت اكيد عارف ان ابل هي اول شركه تنزل موبايل سمارت فون بشكله الحالي دلوقتي، ومع مرور الوقت وتنزل موبايلات تانية فيها نفس الحاجات اللي موجوده في الايفون. ابل لسه ما تخلتش عن شخصيه المنتج بتاعها. كانش مثلا اول شركه تنزل اي تقنيه جديده بتنزل على طول، بالعكس كانت بتبقى اخر شركه تنزل اي تقنيه ايا كان منافسيها نزلوها امتى. بس لما تيجي تبص لاي تقنيه ابل بتنزلها هي فعلا ليها استخدام، واستخدام مختلف ومفيد جدا عن كل الشركات المنافسه، وهو ده اللي خلق شخصيه المنتج بتاع ابل نفسه. المهم سيب لي رايك في الكومنت، وما تنساش